السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسئلة كتير قوي بتجيلي عن أميرة. أنا عايزة أعلم طفلي لغة. أميرة، أنت عارفة أن اللغة الإنجليزي لغة مهمة قوي، وأنا حابة أعرف إزاي أعلم طفلي اللغة دي وأدخلها له إزاي وأديها له إزاي. أميرة، مثلا هو العربي بيخش للطفل إزاي؟ أعلم طفلي عربي ولا أعلمه إنجليزي؟ ادي الطفل الاول اللغه الام تكون هي اللغه العربيه بتاعته، ولا ادي للطفل اللغه الانجليزي تكون هي اللغه الام بتاعته، ولا ادي له فرنساوي، ولا ادي للطفل اي لغه بالظبط؟ فالسؤال ده مهم قوي نعرف عنه حاجه. هو انا لما باجي اعلم الطفل لغه، انا بعلم الطفل على اساس ايه؟ فانا بعلم الطفل لغه ليه؟ مهم قوي انه اعرف انه تعليم اللغه للطفل عباره عن 3 حاجات مختلفه عن بعض. اول حاجه بعلم الطفل لغه عشان يعرف يتواصل، فانا لو بعلم الطفل مثلا لو هو لغته الام العربي وبعلمه انجليزي، فانا مثلا بعلم الطفل انجليزي عشان يتكلم انجليزي معايا، عشان لما حد يعرف يكلمه انجليزي يعرف يرد عليه انجليزي، فده تواصل عشان يعرف يتواصل مع الناس فيتكلم اللغه. ولا بعلمه اللغه عشان يقراها، فلو هو قدامه حاجه هيعرف يقرا اللغه. ولا بعلم الطفل لغه عشان يكتبها، فعشان يبدا يكتب بقى ويعمل حاجه. فانا بعلم الطفل لغه على اي اساس؟ ايه الاساس اللي انا بعلم عليه الطفل اللغه؟ ال3 اساسات دول اللي هو التواصل، سواء بعلم الطفل اللغه عن طريق التواصل عشان يتواصل، سوري الاهداف اقصد، بيعلم الطفل لغه عن طريق التواصل، او بعلم الطفل لغه عشان يقراها، او بعلم الطفل لغه عشان يكتبها. ال3 اهداف مختلفين عن بعض، مش لازم يكونوا مع بعض، ومش لازم يكونوا جنب بعض. يعني مش لازم اعلم الطفل ان هو يقرا وفي نفس الوقت يكتب وفي نفس الوقت يتواصل، مش لازم يكونوا جنب بعض، ومش لازم يكونوا ورا بعض، ومش لازم يكونوا بعض جنب بعض. يعني مش لازم خالص ان انا ادربك نفسي واقول انا عايزه اعلم الطفل لغه واخدها لوكشه على بعضها. او ممكن اقسمها تماما واخلي كل هدف له وقت بحقق فيه ده. طيب احقق ازاي الاهداف دي واعرف امتى اقدم الهدف ده واحط الاولويه دي قبل الاولويه دي واعمل ايه بالظبط؟ اول حاجه مهمه قوي عند الامهات، اكتر حاجه لقيتها مهمه، انه انا لما يبقى حد يكلم ابني انجليزي او انا لما اجي اتكلم معاه انجليزي انا محتاجه يرد عليا. فدايما الهدف اللي كنت بشوفه عند الام، انا عايزه ابني ينطق انجليزي ويعرف يتكلم كويس. يبقى الهدف بتاعي دلوقتي للناس اللي عايزه ابنها او بنتها يتكلم لغه، الهدف هو التواصل، ان انا هو لما يجي يتكلم معايا انا هتكلم معاه ونعرف نرد على بعض، او حد يجي يكلمه لغه تانية يعرف يرد على اللغه دي. عشان اعلم الطفل اللغه دي في التواصل لازم اكون فاهمه هو البني ادم بيتعلم اللغه ازاي. ربنا سبحانه وتعالى، هنبص كده على الطفل اول ما بيتولد، بيفضل يسمع 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 اللغه بتاعته، ويجي عند سن ايه 6 7 شهور كده تلاقيه بيقول تاتا ماما بابا، بيطلع كده حاجات مش ماما ولا بابا، هو بيطلع تاتا 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 دا 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 دا. فبيطلع اصوات ملهاش علاقه باللي هو عايز يقوله، فبيبدا يتست كده يطلع اصوات. ده بعد قد ايه؟ 6 7 شهور من سماع اللغه. وبعدين بيجي عند سنه يبدا يطلع كلمه بقى، حوالي 11 شهر، سنه سنه وشهرين، بتختلف من طفل لاخر، يعني ما تاخدوش الكلام بالظبط، يعني بتختلف من طفل لاخر. فبلاقيه الصوت عالي عندي على الاخر. فبلاقي الطفل بدأ بقى ايه يتكلم، يقول ماما بابا ده دي ايه ده. فبلاقيه بيطلع يخرج بعض الكلمات، في كلمات كده بدأت تتخرج مع بعضها. ده على سنة سنة ونص. طب على سنة ونص لسنتين او ل3 سنين، لو الناس يعني لو الموضوع مع الناس بيبقى متأخر شوية، او على حسب انت عندك اصلا ستريتش لحد 3 سنين 3 ونص، انا بيبقى عندي الطفل بيخرج جمل، بيبدأ يخرج جملة او بيخرج كلمات جنب بعضها. طيب امتى احكم بقى انه انا عايزة اوصل للطفل مرحلة ان هو يتكلم اللغة؟ فما ينفعش اقول، لو انا دلوقتي هدفي التواصل، ما ينفعش اقول شكرا يا ام عبد الرحمن، لان انا كنت قلقانه فعلا من الصوت، فشكرا ان الصوت حلو. فانا ما ينفعش اقول دلوقتي انه انا هدفي التواصل، فيلا هوبا هدي الطفل كورس او هقعد اتكلم معاه انجليزي عايز يرد عليا بقى، فيلا يا حبيبي هاو ار يو، يرد عليا هاو ار يو، لازم يرد عليا. فما فيش حاجه اسمها كده. الطفل لازم ياخد مرحله الاول يسمع فيها اللغه دي بشكل دوري ومستمر. يعني ايه بشكل دوري ومستمر؟ يعني انا لو عامله حسابي مثلا ان هو عايز يتكلم لغه، فلازم اوفر له حد يتكلم معاه اللغه، يا اما اوفر له شخص يتكلم معاه اللغه فيكون في تفاعل مباشر مع شخص، يا اما اوفر له تفاعل مباشر عن طريق مثلا انترنت، فهديله درس عن طريق حد اونلاين يديله الكلام دوت، او ان انا هسمعه اوديوز او فيديوز
عن اللغه دي لحد ما يستسيغها. تفتكروا كده لما كنا بنيجي نتعلم لغه مثلا، او نيجي نتفرج على الافلام اللي بلغه تانية او حاجه، الناس اللي بتحب المسلسلات التركي والمسلسلات الهندي والحاجات دي، في الاول كنت بتبصي كتير على المكتوب تحت، على الترجمه بتاعتها. بعد فتره بقيتي حافظه شويه كلمات، فمش بتحتاجي ان انت تبصي على الترجمه بتاعتها. بعد فتره دي يعني سنه سنتين كده، يعني ما بتبقي ما شاء الله ضليعه في المسلسلات دي، بتبقي خلاص حافظه حاجات، وانت بتتكلمي اصلا مع الناس بتخرجي بعض الجمل دي. ده ما بيجيش من مره واحده، يعني ما بيجيش ان انا اجي في مره كده اشوف حاجه فاحفظها فاعرفها، فما ينفعش. فانا لو هدفي التواصل مع الطفل، يبقى لازم اعرف التواصل ده بياخد وقت، الطفل بياخد فيه وقت ان هو يسمع اللغه، فلازم يسمع اللغه فتره طويله شويه. طيب الفتره الطويله شويه دي ممكن تكون قد ايه؟ لو انا هدفي ان الطفل يسمع لغه، يتكلم لغه من وهو صغير، يبقى انا لازم من والطفل لسه بيبي اصلا في بطن مامته لسه جنين يسمع اللغه. عارفين الطفل اللي بيكون مامته وباباه لهم جنسيتين مختلفتين، بيطلع الطفل ده يتكلم، مامته تكلمه مثلا عربي فيتكلم عربي تمام معاها وزي الفل، باباه يكلمه انجليزي فيتكلم معاه يقلب على طول. الطفل بيعرف يقلب كويس قوي. فبيقلب كويس قوي ليه؟ لان هو سمع اللغه الانجليزي وسمع اللغه العربي بنفس المقدار، فما جه ينطق عقله قدر يفلتر ما بينهم ويعرف يتكلم ده باللغه بتاعته وباللغه بتاعته. طب لو الطفل ده عنده جده مثلا بتتكلم فرنساوي، هيكلم مامته عربي، هيكلم باباه انجليزي، هيكلم جدته فرنساوي. لو عنده خاله بيتكلم اسباني، هيكلم برضو خاله اسباني. لو هو بيسمع جدته او خاله بنفس المقدار اللي بيسمع بيهم مامته، فهيفضل او باباه، فهيعرف يقسم اللغه بالشكل اللي هو عايزه، فهيعرف يفلتر اللغه كويس قوي. يبقى اول حاجه عندي عشان اخلي الطفل يتكلم ويتواصل، ان انا لازم اسمعه اللغه بشكل مباشر. ازاي اسمعه اللغه بشكل مباشر بطريقه متواصله؟ اول حاجه يكون بتفاعل مع شخص مباشر. فافضل حاجه ان انا لما اجي اختار للطفل بقى كورس عشان اديله انجليزي، يبقى ما اقعدش بقى اروح ادور على الكورس اللي بيدي اي بي سي، ولا اللي بيدي مش عارف منهج مين في البريتش كونسل مش عارف ايه، ولا بيدي. انا مش بدور على مناهج، انا بدور على شخص يتكلم مع الطفل ده انجليزي. لو الاكسنت بتاعي انا كويسه، يبقى انا هتكلم مع الطفل. طيب عند نقطه ان انا اللي اتكلم مع الطفل وان انا اللي اعلمه دوت، في حته في بوينت لازم اقولها، انه لو انا بتكلم مع الطفل لغه عربيه، لان دي البوينت دي حصلت معايا انا وريتال، انا بتكلم مع ريتال لغه عربيه فصحى وبتكلم معاها عاميه. انا بالنسبه لي اللغه العربيه الفصحى والعاميه دول اتنين مختلفين عن بعض، لان احنا اوريدي اللغه الام بتاعتنا هي العاميه، وبعدين اللغه العربيه الفصحى بعد كده. فانا بتكلم معاها عاميه وبتكلم معاها لغه عربيه فصحى، فلما باجي اكلمها انجليزي البنت بتتلخبط، هو انت هتتكلمي انهي لغه فيهم بالظبط؟ ما بتتنح كده وبتقف لي، ما خلاص ما بيبقى الموضوع معاها ما ينفعش. فكان عندي مشكله ان انا ما ينفعش نفس الشخص يعلم الطفل اكتر من لغه، يبقى لازم اشوف بديل يتكلم معاها لغه تانية. خلاص انا قررت انا هكمل على الفصحى وهكمل معاها الفصحى. وده ما كانت تقريبا سنه ونص سنتين الكلام ده، وعايزه شخص يتكلم معاها انجليزي عشان تمارس اللغه دي. يبقى دلوقتي بفكر في انا عايزه حد يتكلم معاها اللغه دي، يبقى هشوف شخص الاكسنت بتاعته كويسه، بيعرف يتكلم اللغه نيتيف زي لغه اهل البلد، يتكلم معايا اللغه دي. طيب انا بقى هدور على مين؟ هدور على شخص ما عندوش، مش لازم منهج، شخص مش لازم بقى يحط لي كل مره ستراكشر معين وحاجات معينه. انا هدور على شخص يلعب مع الطفل، يتكلم معاه، يتناقشوا مع بعض في اي حاجه، يتكلموا، ياخد نص ساعه في اليوم او ساعه في اليوم او ساعه كل اسبوع، ساعه كل 3 ايام، وات ايفر بقى انت مناسب معاكي ايه. فلو انت عندك الشخص دوت، يبقى سهل قوي ان انا اودي الطفل في الوقت دوت يلعب مع الشخص دوت، فيكتسب اللغه ويمارس اللغه ويفضل يمارس فيها. طيب هل يا اميره اتوقع ان الطفل ده قاعد يلعب معاه فهو هيرد عليه؟ لا طبعا، لا طبعا، طبيعي جدا هيتنح اول مره مرتين ثلاثه عادي جدا. افتكروا الطفل اللي كان عنده 6 شهور بيفضل 6 شهور لحد ما يفضل يسمع اللغه لحد ما يبدا يتكلم. يبقى انا طبيعي هتوقع ان الطفل مش من اول مره هيرد على حد وهيفضل سامعه كده ويقول لي مش عايزاكي، انا مش فاهم حاجه، انا مش عارف ايه. فده طبيعي. فلازم افهم الطفل ان الطبيعي ان انت مش فاهم حاجه، وانت لما تحضر اكتر من مره هتفهم، وان انا لما كنت في سنك ما كنتش فاهمه الكلام ده. فعارف الطفل ان هو ما فيهوش حاجه غلط، لان الاطفال بيتخيلوا ان هو في حاجه غلط. انا ما بعرفش يا ماما اتكلم زيك، يعني ريتال في الاول كانت بتقول لي انا ما بعرفش اتكلم انجليزي زيك. يا ريتال انا ما كنتش بعرف اتكلم انجليزي، وبدات اتعلم اتكلم انجليزي. فانا لما كنت في سنك ما كنتش بعرف اعمل ده. فهي فهمت انه هو انا طبيعيه، ده عادي. فالاطفال لازم يفهموا سكه بوينت ان انا طبيعي، انا ما فيهاش حاجه غلط، انا لازم اخد وقت. فلازم اديله فرصه مره واثنين وثلاثه واربعه، وفي اطفال بياخدوا فرصه لحد 10 مرات ان هم يسمعوا 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 وبعدين يبدا ينطق. وفي اطفال بتبدا ما شاء الله تنطق من اول مره. ده بيختلف على نمط شخصيتهم وتقبلهم للاجتماعيات، بتبقى عاليه ولا قليله شويه، ولا
ورا شويه. فعلى حسب شخصيه طفلك انت كده بتلاقيكي عارفه انه طفلك مثلا لما بيشوف شخص جديد بيسلم عليه من اول مره ولا من تاني مره ولا من تالت مره، انت هتبقي متوقعه بنفسك هو الطفل هيبقى عامل ازاي. يبقى ده لو انا عايزه اتواصل. طب يا اميره انا ما عنديش الشخص دوت، او ما عنديش حد بيشتغل كده مع الطفل، وانا هقعد بقى ادور ودورنا كتير وما لقيناش حد ومش عارف ايه. طيب هنتنقل للي بعدها، ان انا اعمل تفاعل غير مباشر. يعني ايه تفاعل غير مباشر؟ يعني هشوف ويب سايت من المواقع اللي بتقدم كورسات اونلاين، واشترك للطفل مع حد لغته الام انجليزي، واخلي الطفل يتكلم مع الحد دوت. عندكم بقى مواقع كتير، في مواقع اصلا مدفوعه زي فيربلينج وغيرها، وفي مواقع مش مدفوعه بيبقى فيها حاجه زي مقايضه، انت بتعلمي حد لغه معينه فبتديله ساعه من وقتك او نص ساعه وهو بيعلمك اللغه بتاعته، فبتعملوا تبادل بين اللغتين. واتيفر دوروا عندكم بقى مواقع زي اضاءات ومش عارف، عندكم مواقع كتير جدا لو كتبتي على جوجل بس يعني مش عارف كورسات مجانيه لايه ولا مواقع لتعلم لغات ايه، هتلاقي كتير جدا ما شاء الله يعني. ده تاني حاجه. يبقى انا ادور على تفاعل من طريق عن خلال الويب. انا محتاجه نص ساعه او ساعه من اي شخص يقعد يتكلم مع طفلي، يتكلم معاه عن حياته اليوميه، عن فواكه خضروات مش عارف، يتكلم عن حاجات بسيطه، فلاش كاردز بسيطه، حاجه كده مش منهج مجعلص ولا الكلام بتاع المناهج ده. طيب ما عنديش الاوبشن ده، ما مش مريحني، ابني مش مناسبه الاوبشن ده، يبقى الاوبشن الثالث اللي هو سواء فيديوهات او اوديوهات. يبقى عندي فيديو او اوديو الطفل بيسمعه او بيشوفه، ويفضل الاطفال اللي تحت سن 3 سنين ما اقعدهمش قدام الفيديوز كتير، المفروض ان هو ما ينفعش قبل سنتين خالص. بس لو انا هاخد مثلا قولي يا اميره 5 دقائق الصبح فيديو و5 دقائق بالليل، 5 دقائق في نص اليوم، فهعمل حسابي ان اليوم يحتوي على مرتين او ثلاثه الطفل يسمع فيهم اللغه، يبقى حلو قوي. وما اقتصرش على الفيديو بس، لازم كمان اخلي فيها حته اوديو عشان الاطفال يبداوا يتعودوا ان هم يسمعوا اللغه بس من غير ما يشوفوا حركه، لان الحركه بتخلي الاطفال يتشغلوا عن السماع. فهو بيلعب مثلا في البيت قاعد بيعمل حاجه، اشغل اوديو لمده 10 دقائق مثلا عن حد بيتكلم باللغه دي. فيبقى انا كده خدت بالترتيب شخص مباشر بيتفاعل مع الاطفال، تفاعل من خلال الويب، وتفاعل فيديو او اوديو. يبقى انا كده وصلت لمرحله انه الطفل ده هدفي ان هو يتواصل. يبقى انا عرفت ان هدفي من الطفل ده ان هو يتواصل. طيب لو مش هدفي انه يتواصل، انا هدفي ان الطفل يقرا، خلاص انا عايزه بقى يمسك الحاجه ويقرا، ده هدف مختلف عن التواصل. يبقى انا هدفي دلوقتي مش ان الطفل كل ما اكلمه يرد عليا، انا هدفي ان هو لما يمسك ورقه يعرف يقرا اللي فيها. يبقى هنا هبدا بقى امشي بطريقه معينه وبمنهجيه معينه. بسمع كتير قوي عن المونتسوري انه بيقولوا انه في المونتسوري بيجبروا الاطفال ان هم من سن 3 ل 6 سنين اللي هم في فصول المونتسوري ان هم يتعلموا اللغه بدري. لا، هو مفيش حاجه اسمها الكلام ده، مش موجود في المونتسوري والله يا جماعه. يعني للاسف كان نفسي اقول لكم ان هو موجود بس هو مش موجود. هو اللي موجود في المونتسوري ان احنا بنحط للطفل رف اسمه او ركن اسمه ركن اللغه، عشان اشوف الطفل مهتم ان هو يروح ناحيه ركن اللغه ويتعرف على اللغه ولا لا. لو الطفل مهتم انا بعلمه، لو الطفل مش مهتم شكرا. فهو الاوبشن متاح. المونسوري بيعرض على الطفل بدائل متاحه كتير عشان يشوف الطفل رايح فين وجاي منين، لكن مش بيجبر الطفل ان هو يعمل ده. هو بيشوف بس انه ده المناسب في السن ده ان الطفل يعرفه، او الحاجات الفرايتي الحاجات المتنوعه اللي الطفل المفروض يعرفها وبيحطها للطفل. طيب خطوات القراءة، لا دي خطوات كبيرة جدا، خطوات طويلة بشرحها في الكورس للأمهات، كورس المنصورية بشرحها في محاضرة 4 ساعات، فده مش هينفع ان انا اشرحه ومش مناسب ان انا اشرحه اونلاين لانه هيبقى قاصر جدا وحاجات بسيطة قوي. لكن هتلاقوا في التشانل على اليوتيوب بتاعتي خطوات اللي انا بعملها مع ريتال بصورها وبنزلها فيديوز، وهتلاقوها على المدونة كمان الحاجات اللي انا بعملها معاها. والامهات اللي عايزه باستفاضه تماما ممكن تشترك في الكورس وتعرف الخطوات بالتفصيل. بس انا المهم عندي ان انت لما تيجي تعرفي ان انا هدفي قراءه، غير ان هدفي يبقى تواصل، غير ان هدفي يبقى كتابه. انا في القراءه لما باجي اعلم الطفل كمان اللغه ما بعلموش اللغه عشان اقول له A B C D، لا انا بعلمه عشان هيعرف يقرا. انا هدفي ايه؟ قراءه، يبقى اعلمه الحاجه المناسبه للقراءه. فلما مثلا يحط لي مثلا اللي هي C A T، فلما اعلم الطفل ان دي سي اللي هي كات، لما اجي اعلم الطفل ان دي سي واجي اعلمه ان دي A واجي اعلمه ان دي تي، خلي الطفل كده يعرف يقراهم؟ مش هيقراهم ليه؟ مش فاهمين، مش باين، مش هيقول لي سي اي تي فاقول له كات، يقول لي كات سي اي تي، مفيش اي سنس في الموضوع. طب لما اعلمه ان السي دي ك صوتها بيقول ك، وان الاي دي صوتها بيقول وان التي دي صوتها بيقول ت، يبقى ك ت كات. يبقى انا بدات اعلم الطفل حاجه. يبقى انا لما اجي ابدا اشتغل مع الطفل
وبنشتغل معاه في المنصوري كده باصوات الحرف عشان اعلم الطفل القراءه، يبقى انا هدفي القراءه، يبقى همشي ناحيه اصوات الحروف وابدا اشتغل بقى الشغل بتاع المنصوري بالحروف. ده لو الطفل ماشي معايا، انا ما بجبرش الطفل خالص على اي حاجه يعملها. طيب لو عايزه اعلمه كتابه، هل ان هو لازم يقرا ويكتب في نفس الوقت؟ يعني مثلا اجي اديله الدرس النهارده، يلا يا حبيبي عشان نقرا دوت ونتعلمهم، وبعدين خد اكتبهم بقى 20 مره، خد اكتبهم 10 مرات، خد اكتبهم 30 مره؟ لا، مفيش ده خالص، يعني ما عندناش ده خالص. احنا لما بنشتغل مع الطفل قراءة بنشتغل معاه قراءة لوحده، ونشتغل مع الطفل كتابة بنشتغل معاه كتابة لوحده، ونشتغل مع الطفل conversation او تواصل بنشتغل معاه محادثات لوحدها او تواصل لوحده. فانا المفروض ابقى فاهمه وانا بعلم الطفل انا بعلمه على اساس ايه، وعايزه اي بوينت من دول. طيب البوينت بتاعه القراءه والكتابه دي لهم خطوات لازم تتبعيها لو هتكلم عن منهج المونتسوري، فدول شرحهم طويل جدا. انا حابه هنا اتكلم عن التواصل. انا شرحت ازاي ممكن تتواصل، هقول لكم بقى ازاي يعني عملت ده مع ريتال. في الاول لما جيت اعمل ده مع ريتال لقيت انه انا زي ما قلت لكم ان هي مش راضيه تسمع مني كذا لغه من مع بعض، هي عايزه تسمع مني لغه واحده. فقعدت ادور لحد ما لقيت واحده صاحبتي اسمها ياسمين. ياسمين هي مصريه لكن معاها جنسيه كنديه جنسيه امريكيه، وكانت عايشه في كندا فتره طويله. وبعدين قلت لها بقول لك ايه يا ياسمين، ما انا محتاجه منك كده ان انت تقعدي مع ريتال وتعالي نعمل كده وقت انت تقعدي فيها وتتكلمي معاها عن اللغه وتتكلمي معاها انجليش بس صرف وكده وكده. فقالت لي والله يا اميره يعني هفكر. قلت لها بصي احنا محتاجين قوي الموضوع دوت، ومحتاجين قوي نعمل اللغه، تعليم اللغه بالغمر، ان انا احط الطفل في وسط كده مجتمع بيتكلم اللغه كلها. فتعالي بقى الله يخليكي كده نتكلم وتقعدي الكلام كله يبقى انجليزي، ما يبقاش الموضوع بقى ان انت هتدرسيها، مش عايزاكي تدرسيها بقى والحوارات دي خالص، انا عايزاكي تقعدي بس تتكلمي معاها. فقالت طيب ماشي. وبعدين عملنا كوب، عملنا حاجه تعاونيه كده كنا بنروح فيها عند ياسمين، وبنقعد ياسمين تتكلم مع الولاد انجلش، وبدانا نحط خطوات بسيطه، وقت للقصه مش عارف ايه كذا كذا. قعدنا فتره في الموضوع دوت، وبعدين دخلنا على مرحله ان ياسمين بقى احترفت الليله. فيلا ياسمين نعمل بقى يعني نعمل بقى حاجات كده متتاليه عشان نعرف نعمل بيها اللغه دي، عشان نوصل بيها اللغه دي للاطفال. فياسمين عملت كورس للاطفال عن في الانجليزي بيتضمن ميال ويتضمن تواصل. فياسمين طول الوقت بتشرح للاطفال الانجليزي او بتتكلم عن اي حاجه وهي ما بتتكلمش ولا كلمه عربي، فهي بتتكلم لغه انجليزي، لغه امريكيه او اجنبيه بلغه الام، بتتكلم باللغه الام بتاعتها باكسنت ممتازه. فالطفل بيسمع طول الوقت ده حتى لو هو مش فاهم هيبدا يتعود على اللغات دي، فما بنترجمش حاجه للاطفال. تاني حاجه الطفل بيعمل كرافت، طول ما هو بيشتغل مثلا على حاجه بيبدا يشغل ايده. احنا عندنا في المنصوري بيقول لك ايه، شغلي اكبر قدر من حواس الطفل هيشتغل معاكي كويس، لكن ابعدي عن حواس الطفل وقولي له بس لقنيه كده مش هيشتغل كويس. يبقى انا محتاجه اشغل اكبر قدر من حواس الطفل. فاحنا مثلا لما بنيجي نشتغل مثلا نيجي نسمع اغنيه للاطفال عن الباست، طبعا انتوا عارفين الاغاني بتاعه الاطفال بتاعه الحضانه وكده. فمثلا ياسمين بتحضر لهم حاجات بتاعه كرافت وبتحضر لهم الحاجات بتاعتها، والاطفال يمسكوا الحاجات دي ويشتغلوا فيها ويلونوها ويركبوها ويلعبوا بيها. فيبقى احنا عملنا مثلا حاجه عن الباست. طب لو خدنا مثلا يوم عن حرف الف مثلا، فبنتكلم عن فروج، فبتعمل لهم كرافت وارت عن الفروج يعني ايه ضفدعه، وهي بتعمل ايه، وبتحط لهم بقى حاجات كده وبتاكل ازاي وبتعمل ايه. فبتبدا الاطفال يشغلوا الحاجه اللي هم كانوا بيشتغلوا بيها ويعملوا عليها كرافت، فايديهم بتتحرك فبيبداوا يشتغلوا على ده. تالت حاجه بنعمل مسرحيه. يعني ايه مسرحيه؟ يعني ياسمين مثلا بتشرح لهم اغنيه مثلا عن 5 بطات كانوا راحوا مش عارف فين وطلعوا على سهول ايه، طبعا كل ده بالانجلش، وبعدين رجعوا 4 بس، انتوا عارفين طبعا الاغاني المشهوره دي. فبتبدا تعمل مثلا زي الاطفال بيعملوا في وقت الكرافت ماسكس كده، زي ان هم كل واحد فيهم بطه. الماسكس دي المفروض انها ده الناتج النهائي، يعني الاطفال في الاخر هم اللي بيعملوا ده، مش ياسمين اللي بتوزعوا عليهم، هم اللي بيعملوه بايديهم. كل واحد بيلبس بتاعته وبيبداوا يمشوا مع بعض مثلا ويعملوا المسرحيه ويتكلموا بقى بالانجلش، وياسمين تغني لهم فهي بتسمعهم دوت، وبيبداوا يمثلوا الحاجه ديت، وبعدين يجوا يقعدوا يعملوا ايه، يعملوا اوديو، يعني تسمعهم اوديو عن المسرحيه دي، فيبقوا بيسمعوا حاجه هم بيعملوا كرافت، وبعدين يشوفوا الفيديو بتاع الاغنيه فيبقوا عملوا ايه تواصل، عملوا فيديو وعملوا اوديو، فيبقوا خدوا اكبر قدر ممكن من الموضوع.
بجانب ده بتدخل بقى اصوات الحروف في الموضوع، وبعدين بتروح جايه مدخله وقت للقصه، ستوري تايم، بتجيب لهم كل مره قصه ليها علاقه بالموضوع اللي احنا بنتكلم فيه او اللي هي بتشرحه، فبيبقى فيه وقت للقصه تشرح بيه الليله دي. فانا دلوقتي بيبقى عندي حاجات مختلفه متنوعه في وقت اللغه. انا لو عايزه اعلم اي لغه لازم اعلمها بالطريقه دي، لازم اعلمها بطريقه الغمر، ان انا اغمر الطفل داخل مجتمع او داخل دايره فيها كلها اللغه. علميه بقى فرنساوي، علميه اسباني، علميه الماني، علميه اللي انت عايزاه، بس انا ما بعلمش الطفل لغه عشان يتواصل بطريقه ان انا احط له يلا اي بي سي دي وافضل اخليه يسمع الاغاني، وما بعملش كده خالص، لا. انا هبدا اشتغل على اصوات الحروف لو انا هدفي ان الطفل يتعلم قراءه، لكن انا هدفي ان الطفل يتعلم تواصل، لازم يفضل دايما في تواصل. طيب والله يا اميره انا عايزه شويه حته قراءه في الموضوع، طب والله في وسط التواصل ده هدخل بقى اصوات الحروف عشان الطفل وهو بيتواصل كده يتعلم ازاي يقرا. طب والله عايزاه يتعلم يكتب، ممكن بقى ابدا ادخل الرمل، اخليه يشتغل حاجات بالمنصوري على الرمل والحاجات دي. ده اللي انا بعمله مع ريتال، بوديها مره في الاسبوع الكورس دوت عشان تشتغله، وانا بقى بطبق في البيت بادوات المنصوري بتاعتي، فانا بجيبها بقى في البيت، وبعدين هي بقى بتبقى سمعت الحاجه دي، ولما باجي اكلمها باللغه دي خلاص هي بتبقى خلاص مدركه ان ماما بتتكلم انجليزي، عشان في ناس بتتكلم انجليزي وفي ناس مهتمه تتكلم انجليزي. فلما ريتال كانت قبل كده انا اللي بكلمها باللغه على طول، هي مش متخيله ان في ناس مهتمه تتكلم انجليزي، هي متخيله ان ماما اللي عايزاها تتكلم انجليزي. فانا دلوقتي لازم اخلي الطفل يمارس اللغه دي ويتحط في الغمر فيها عشان يقدر ان هو يتعلم اللغه بطريقه صح. هحط لكم ان شاء الله في التعليقات تحت بعد ما اخلص الفيديو، هحط لكم رابط الصفحه بتاعتي ياسمين، عشان لو انتوا حابين تتواصلوا معاها تكونوا مجموعه او تتواصلوا معاها بشكل ما، هحط لكم الرابط بتاع الصفحه بتاعتها عشان تتواصلوا معاها عن الكورسات او عن اي حاجه انتوا حابين تعرفوها عن طريقه الانجليزي بالغمر. يبقى تعالوا نلخص الموضوع دوت. التلخيص بتاعه بيقول انا لو هعلم الطفل لغه هسال نفسي انا هعلم الطفل لغه عشان يتواصل ويتكلم بس يقول، ولا هعلم الطفل لغه عشان يقرا، ولا هعلم الطفل لغه عشان يكتب؟ كل واحده من دول ليها قواعد وطريقه وحاجات بتتبني عليها، ما ينفعش ان انا احطهم كلهم مره واحده لوكش على بعضها كده اقول يلا علم الطفل كل ده مره واحده، لا. فانا لازم امشي بس بالترتيب محدد عشان اعلم الطفل اللغه. علمي الطفل اي لغه بالطريقه دي. الطفل قادر جدا على ان هو يتعلم لغات. من سن كام يا اميره ابدا اعلم الطفل دوت؟ مفيش حاجه اسمها سن. لو هتعلم الطفل الاول التواصل فتعلميه التواصل، وهتلاقي الطفل جاي مع نفسه بيمشي معاكي عشان يتعلم يقرا ويكتبها. فاهتمي الاول بطريقه التواصل، بعد كده الطفل هيمشي معاكي فتره فتره عشان يعمل بقيه الحاجات، بس بيبدا الموضوع الاول بالتواصل. افتكري دايما ان ربنا سبحانه وتعالى ما خلاش الطفل يقرا ولا يكتب قبل ما يتكلم، هو بيتكلم الاول وبعدين بيقرا ويكتب. فهو افتكري دايما وانتي بتعلمي الطفل اي حاجه، هو ربنا سبحانه وتعالى عمل ايه في الطبيعه، عمل ايه في خلق البشر، ده اللي انا المفروض امشي بيه مع طفلي. فتفكري دايما كده، يعني افتكري والله ده هو نطق الاول، ده كان بيدد الاول. لما تلاقي ابنك عمال يحاول ينطق الكلمه ومش عارف يعملها ما تتريقيش، هو الطفل هو اول ما بدا يتكلم كان بيعمل كده. فعادي جدا لما يجي يتعلم لغه جديده هيبدا الاول يقول كلمات مش مظبوطه، يقول حاجات مش مظبوطه، عشان يعرف بعد كده يوصل لمرحله ان هو يتكلم اللغه بجد، يتكلمها كويس ويتكلمها صح. اتمنى ان يكون الفيديو ده يعني رد على ازاي اعلم الطفل لغه. دخلي اللغات اللي انت عايزاها، ابدأي من سن بدري مفيش مشكله خالص. مشكلتك في السن هتبدا عند مرحله لو انت عايزه تخلي الطفل يقرا او يكتب. لو عايزه الطفل يقرا او يكتب هشوف استعداد الطفل ان هو يقرا او يكتب، ودي ليها طرق في المنصوري وليها شرح كامل، مش هينفع اختصره في فيديو كام دقيقه، هيبقى الموضوع صعب جدا. لكن مهم قوي هنا ان انا اتكلم عن ان انا اخلي الطفل يتعلم لغه ويتواصل ويقول بيها ويتكلم بيها، عشان طبعا اللغات مهمه، والسنين الجايه للاولاد لازم يتعلموا لغات كتير. وانا من ضمن الحاجات اللي عاملاها مع ريتال انها كل فتره وكل سنه يبقى في ترتيبات للغه معينه تتعلمها، يعني بعد ما اتقن لغه هركنها وتتقن اللغه اللي بعدها وهكذا وهكذا، لان في العصر الجاي للاطفال تعلم اللغات هيبقى من اهم الاشياء اللي انت محتاجه تعلميها للطفل. افتكري كويس قوي كل مهاره هتاخد وقت قد ايه، افتكري كويس قوي قدرات طفلك هتبقى في كل مهاره عامله ازاي، مفيش طفل زي التاني، وما تقارنيش مهاره طفلك بمهاره حد تاني خالص، وخلي توقعاتك على قد مستوى الطفل وعلى قد الطريقه اللي هو بيمشي بيها عشان ترتاحي ويبقى الموضوع بالنسبه لك بسيط وسهل. اتمنى يكون الفيديو فاتكم، ان شاء الله هجاوب على اي سؤال هيجي تحت الفيديو، هحط لكم اللينك بتاع صفحه ياسمين عشان تتواصلوا معاها.
ولو حد عنده اقتراحات لاي ناس بتعلم عن طريق الغمر ممكن يحطها للناس في كومنت تحت الفيديو، عشان نبقى مجمعين مثلا كل الحاجات اللي عن التعليم بالغمر للاطفال، فيبقى اي حد بيشوف الفيديو يعرف ينزل في الكومنتات ويشوف مثلا احنا هنعمل ايه الحاجات اللي عندنا او ايه المصادر اللي عندنا اللي ممكن نعلم بيها. اكيد كل واحد لو عنده مصدر وكلنا حطينا المصادر في حته واحده هيفيد كتير قوي الناس. اتمنى يا رب ان الفيديو يكون مفيد ليكم، وشكرا ليكم جدا على الفرصه دي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.